السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله النهاردة بصراحة وكل أسف حبيت أتكلم مع الناس وأتكلم مع المجتمع وأتكلم مع الفلاح المصري ومع كل المسؤولين في مصر، المسؤولين في وزارة الزراعة، المسؤولين في رئاسة الوزراء، المسؤولين في أي مكان. كلنا كشباب مصريين بنحلم يكون عندنا مشروعنا الخاص ويكون عندنا مصالحنا ويكون عندنا حاجة نعيش منها. إلا إننا بصراحة أنا من الناس اللي وقعوا في شباك ما يسمى بالجمعية الوطنية للإنتاج الحيواني بالنوبارية الجديدة. أنا صراحة بسميها الجمعية غير الوطنية للإنتاج الحيواني، لأن هي زي ما حطمت حلمي أكيد هتحطم أحلام كتير من شباب مصر ومن فلاحين مصر ومن الناس المزارعين البسطاء اللي نفسهم يعيشوا وياكلوا عيش ويعيشوا بالحلال في البلد دي. الشركة دي بصراحة يعني تجربتي الخاصة معاها، هي بتعمل اعلانات جبارة جدا على السوشيال ميديا وعلى النت عن عجلات عشار مستوردة. العجلات العشار المستوردة دي طبعا المواصفات اللي بتتكلم عنها و35 كيلو لبن في اليوم وحالها كذا وحالها كذا وحالها كذا، إلا إن في النهاية التجربة الواقعية بتقول إن العجلات دي عجلات موبوءة، تحمل أمراض، تحمل فيروسات، وأول ما بتولد هنا في مصر وبتسقط المناعة بتاعتها بتتعرض لكوارث. والكارثة اللي أنا اتعرضت لها إن أنا خدت من الشركة دي 7 بقرات، وصراحة بدأ يولدوا من أول ليلة استلمتهم فيها، وماتوا ال7 بقرات بخلافهم. وتعرضت لكارثة لا يعلم حجمها ولا يعلم ضرها إلا الله سبحانه وتعالى. قلت يعني كإنسان مصري بسيط ما تعملش شوشرة وما تحاولش انك انت تكبر الموضوع، وان كنت انت وقعت في المأزق ده يعني استسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وحاول تعالج الامور بأبسط الخسائر، اللي ان هم بصراحة ما عطونيش الفرصة دي. يعني اتكلمت مع الناس باحترام وبأدب وقلت لهم الوضع حصل كذا وكذا وكذا، وبعت لهم صور المواشي وهي ميتة، وبعت لهم الأوراق بتاعة الطب البيطري. ولكن يعني زي ما تقول هم تعاملوا معايا وكأني مش موجود، أو ما كأني ما عنديش مشكلة، أو كأن ده أمر واقع ولازم استسلم ليه. طيب ما أنا ممكن برضو كتير من شباب مصر يتعرضوا لنفس المحنة، يتعرضوا لنفس المأزق، وبعدين نرجع نقول في الآخر ده الشباب فشلة والشباب بيدخل السجون والشباب يعني التصرف ده من قبل هذه الشركة وهذا الوضع ده مش يعتبر تعدي على الاقتصاد المصري وتدمير للاقتصاد المصري وتدمير للثروة الحيوانية في مصر؟ لأن مش على قد المواشي بتاعت اللي ماتت، يعني مش الأوبئة اللي شايلها المواشي دي مش ممكن تنتشر للمواشي المحيطة عند الناس وتنتشر للمواشي المحيطة في الدولة كلها. ممكن دبانة ولا ناموسة تشيل الوباء من مكان تحطه في مكان، ممكن يعني إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. عموما أنا كإنسان عادي وبسيط مش هستسلم ومش هسكت، أحاول أوصل صوتي لكل المسؤولين، أحاول أوصل صوتي لوزارة الزراعة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وكل مكان في مصر، لأن أنا في كارثة. يعني أنا إنسان بسيط، إنسان عادي، عملت كل جهدي، ويشهد الأطباء البيطريين اللي حاولوا يعالجوا المواشي إن عملنا كل مجهوداتنا، لدرجة إن الدكاترة كانوا بيقفوا مذهولين قدام الحال. وماتت المواشي وأصبحت أنا النهاردة لا حول لي ولا قوة، والشركة بتتعامل معايا كأن يعني لا شيء. يعني حتى ببعت لهم على الواتس أقول لهم ليه ما بتردوش عليا، ولا حد بيقول لي أنت ابن مين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله يعني أنا هرفع دعوة قضائية طبعا، لأن أنا أثق في نزاهة القضاء، وهسلك كل السبل اللي ترجع لي حقي واللي توقف أي مسؤول فاسد أو أي شركة فاسدة أو أي مكان ممكن يضر بالاقتصاد الوطني عند حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.